مش انت عندك المثلث بيبقى فيه 3 اضلاع؟ ايوه، امسك الضلع الكبير ربعه، امسك الضلعين الصغيرين ربعهم واجمعهم، هيطلع لك احتمال من ال3 احتمالات دول، مفيش احتمال رابع. انا همسك الضلع الكبير اربعه، همسك الاثنين الصغيرين اربعهم، هيطلع لك احتمال من 3. يا اما هيطلع لك ان الضلع الكبير لما ربعنا الضلع الكبير طلع بيساوي مجموع مربعي الضلعين الصغيرين. في هذه الحالة لو الكبير بيساوي مجموعهم يبقى المثلث قائم. دي نظرية فيثاغورس، الوتر التربيع بتاعه بيساوي مجموع مربعي الضلعين التانيين، يبقى المثلث قائم الزاوية. انما لو انا لقيت الضلع الكبير لما ربعته طلع اكبر من مجموعهم، من مجموع يعني مربعي الضلعين الصغيرين، ساعتها المثلث يكون منفرج. طيب الحالة الثالثة بقى، هيطلع ان الضلع الكبير لما تربعه اصغر من مجموع مربعي الضلعين التانيين، ساعتها المثلث يكون حاد. بتتلخبط فيها؟ طيب طبعا لو الكبير بيساوي مجموعهم دي محدش بيتلخبط فيها، قائم. لو الكبير هو الكبير منفرج، احنا بقى بنحفظها كده. لو الكبير هو الكبير منفرج. طب لو الكبير صغير حاد، يبقى لو الكبير هو الكبير منفرج. انما لو الكبير طلع هو الصغير اصغر، طبعا انت فاهم يعني ايه هو الصغير، اصغر من مجموع مربعي الضلعين التانيين، يبقى المثلث كده هيكون حاد. يبقى انا امسك الضلعين الصغيرين اربعهم واجمعهم، يطلع لي حاجه من 3. اما بيطلع ان الضلع الكبير لما بربعه بيساوي مجموع الضلعين الصغيرين، ساعتها المثلث قائم الزاويه. طب يا مستر لو طلع الكبير الكبير اكبر من مجموعهم، منفرج. طب طلع الكبير صغير اصغر من مجموع الضلعين، يبقى المثلث حاد الزاويه. تمام. كل ده قلته عشان الحته دي لان الاسئله جايه عليها كتير. هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان كنا في رقم 13 في المثلث ABC، اذا كان ال AB أس 2 يساوي ال AC أس 2 زائد ال BC أس 2، وكده مستر المثلث ده قائم. اهو انا مربع، لو انا رسمت مثلث ABC كده، ادي A. طب انا اعمل مين بقى الزاويه القايمه؟ احط البي ولا السي؟ اعرف منين؟ بص، شايف دول؟ ايه الحرف الناقص؟ سي. دي AB، الحرف الناقص سي، هو دي الزاويه القايمه. يبقى الحرف الناقص من هنا هو ده اللي بتحطه عند الزاويه القايمه، يبقى السي هي اللي قايمه هنا والبي هي اللي هنا. طب لو دي كانت AC أس 2، يبقى كده المثلث هيبقى قائم الزاويه في بي، الحرف اللي ناقص هو القائم. الحته دي مهمه. طيب ماشي. هو بقى بيقول لي ان الاي بي اس 2 اللي هو الوتر يعني بيساوي مجموع الاثنين دول، الاي سي زائد السي بي. طب ما كده المثلث زاويه سي دي قائمه والمثلث قائم الزاويه. طولنا في الحته دي شويه عشان مهم. اللي بعده في المثلث اكس واي زد، اذا كان الاكس واي اس 2 يساوي الواي زد اس 2 ناقص الاكس زد اس 2. ايه ده يا عم الحاج؟ في ضلع لما ربعته سوى الطرح ما بين الضلعين التانيين. ده ايه القانون الغريب ده؟ انا اخدت مستر من شويه لو الكبير بيساوي مجموعهم مش طرحهم. طب انا عايز ارسم الرسمه دي، مين الوتر هنا؟ الوتر هنا هو الواي زد. ليه؟ لان من قاعده فيثاغورس ادي زاويه اكس اهي. من نظريه فيثاغورس حضرتك الاكس واي اللي هو ده بيساوي ايه؟ احنا قلنا بيساوي الطرح، بيتجاب بالطرح واي زد اس 2 ناقص الاكس زد اس 2. يبقى الواي زد هنا هو الوتر والاكس زد هنا هو ضلع من اضلاع القايمه. طب ما انا هنا كنت ممكن عملت ايه؟ مش كنت ممكن خليت المساله جمع واديت دي بعكس الاشاره؟ الاكس زد دي ممكن هنا كنت هي بالناقص، انا وديتها هنا بعكس الاشاره عشان نخلي القانون زي ما انا عارفه وحافظه. يبقى الواي زد اس 2 تفضل في مكانها تساوي الاكس واي اس 2 والناقص اكس واي اكس زد دي تيجي هنا بعكس الاشاره تبقى زائد
اكس زد اس 2. كده تعادلت المساله وتعادل القانون زي ما انا حافظه. ساعه ما يجي لك ناقص انت تعدله، ودي ابو اشاره سالبه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. طيب مين كده يا عم الحاج الزاويه القايمه؟ فين الحرف الناقص اكس؟ هو ده الزاويه القايمه. هو سالني على اكس، الحمد لله يبقى قائمه. خد بالك في بعض المسائل مش بيسالك على الاكس، بيقول لك فان زاويه واي، زاويه واي هتكون ايه؟ حاده. طب لو سالك عن زاويه زد، حاده برضه. ليه يا مستر؟ لان المثلث حبيب قلبي اكس واي زد اهو، طالما في زاويه ب90 زاويه قائمه يبقى الزاويتين التانيين حدتين، دي حاده ودي حاده. يبقى تاخد بالك من السؤال ده. سالتك على الاكس قائمه، طب لو سالك على الواي حاده، سالك على الزد هتكون حاده. فاضل لي سؤال رقم 15 بيقول لي في المثلث ABC اذا كان الAB ب15، في المثلث ABC اذا كان الAB 15 سم. ارسم يا عم مثلث ABC الله يهديك، مش لازم ارسم. هذه المسألة مش محتاجة رسم، أنا مش عارف شكل المثلث قائم ولا حد ولا منفرج. طب الAB طولها 15 سم، الBC طولها 8 سم، الAC طولها 17 سم. بيسألني على زاوية B نوعها إيه؟ إزاي أقدر أحدد نوع المثلث؟ هذه الصبر. يلا يا مستر امسك الضلع الكبير ربعه، 17 ربع ال17، وبعدين امسك ال8 ربعها وال15 ربعها واجمع. انت قلت لي امسك الضلع الكبير ربعه وامسك الضلعين الصغيرين ربع واجمع. يلا بينا، ادي 17 اس 2 طلعت 289. طيب 8 اس 2 زائد 15 اس 2، نشوف 8 اس 2 زائد 15 اس 2 289. الله اكبر، ده كده الضلع الكبير طلع بيساوي مجموعهم، يبقى زاويه بي زاويه قائمه. وخد بالك لازم تعرف هو بيسالك على انهي زاويه، وهنا سالك على زاويه بي يبقى قائمه، لانه لو سالني على زاويه ثانيه كانت هتكون حاده. سؤال 16، أي من الأعداد التالية تمثل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية في نفس الزون، في نفس المنطقة اللي احنا شرحناها؟ إزاي أقدر أحدد نوع المثلث؟ طيب ما أكيد يا مستر اللي هتبقى أضلاع مثلث قائم الزاوية هجرب أنا بقى، هشوف الضلع الكبير وأربعه والاثنين الصغيرين أربعهم وأجمعهم وأشوف. يلا نمسك الأولانية نجرب، نربع ال 24. يلا بينا، 24 أس 2 576. نربع ال 15 وال 20 ونجمع، 15 أس 2 زائد 20 أس 2 طلعت 625. لا مش دي، مش دي طبعا. نخش على رقم ب، 26 نربعها 676، ال 24 نربعها زائد ال 10 أس 2 طلعت 676. الله أكبر ولله الحمد، هي دي الإجابة الصحيحة. الضلع الكبير لما ربعته طلع بيساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. طيب كمل. نوع المثلث الذي أطوال أضلاعه 8 و10 و7. هنا عايز نحدد نوع المثلث، أعمل إيه؟ نفس الطريقة. أول حاجة هو مش قائم، لأن 8 10 التالت بيبقى 6، مش قائم الزاوية. واكيد مش متساوي الساقين، يعني متساوي الساقين لازم يبقى فيه ضلعين زي بعض، يبقى يا حد يا منفرج. يلا بينا نشوف. ربع الضلع الكبير 10 اس 2 100، ربع ال8 64، ربع ال7 49. اجمع لي بقى الضلعين دول كده. يا مستر ده هيعدوا ال100، 64 و49 اكبر من ال100. طب كده بقى حد ولا منفرج؟ انا نسيت. لا افتكر، احنا بنبتدي دايما من عند الكبير. الكبير كبير ولا الكبير صغير؟ لا ده هنا الكبير صغير. 100 طلعت اصغر من مجموع الاثنين دول، طالما الكبير صغير يبقى حاد الزاويه. يبقى ملخص الحته اللي احنا بنتكلم